امام، خلاص يا ابني، خلاص يا ابني، انت جبت مستواك مع منتخب البرازيل، مش معانا احنا. خلاص يا ابني بقى. خلاص قعدنا نقول له ما جابش نص مستواه معانا، ما جابش ربع رومي وتمن ما جابش تسع زيتون كلاماتا، ما جاب. مش قعدنا نعمل كده؟ طيب خلاص. كل مره لا، وانا اتجعرن قوي، وفي كل حلقه اقول لك امام لو جاب نص مستواه، امام لو جاب تسع او عشر بس مستواه هيبقى. قال لي بس انت صدعتني، صدعتني، اسكت بقى. يا امام، يا امام، يا امام، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اللي انت بتعمله ده، انت بتلعب لوحدك، اقسم بالله انت بتلعب لوحدك. انا يعني اخر 7 اهداف الاهلي سجلهم امام سجل منهم 6. 6 ايه؟ اخر 7 اهداف الاهلي مسجلهم امام مسجل منهم 12. ايه ده؟ تخيل كده، تخيل كده، الاهلي في حالة النقص العددي اللي عنده دي، ومفيش وسام مش موجود، والاهلي بيلعب بجناح واحد وبزلموكة واحدة، وامام ما كانش في الملعب. تخيل، تخيل. طب تخيل كده لو اخر موسمين الاهلي ما تعاقدش مع وسام وامام. تخيل اخر 6 جوان الاهلي جابهم امام، الاهلي يسجلهم امام هو اللي جابهم. مش قادر والله، ما قادر، والله ما قادر. ما اعرفش، انا في حاله من حالات الذهول الشديد جدا من هذا الاداء اللي يقدمه امام عاشور. والله ما بحسد، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يا ابني يزيدك ويبعد عنك شر الاصابات. احنا اسفين يا امام، اسفين يا امام يا عاشور. في ايه؟ في ايه يا ابني؟ يخرب بيت اللي يزعلك. احنا كنا بنهزر معاك، كنا بنهزر. هو انت ما عندكش هزار خالص؟ كنا بنهزر معاك، ما كانتش بالونه نفختها فطلعنا قلنا لك ركز في الملعب. يخرب بيت اللي يقول لك ركز. يا ريتنا ما قلنا لك ركز في الملعب. احنا اسفين يا امام، اسفين يا امام يا عاشور. وصلوا اسفنا ده لكل الدنيا. انت يا ابني كل يوم بتحصرنا يا ابني، انت يا ابني كل يوم بتحصرنا ان انت كنت عندنا وسيبناك تمشي. احنا اسفين يا امام بجد، مع انهم كانوا قايلين لي ان انت ما جبتش مع الاهلي ربع مستواك اللي عملته في الزمالك. دول مبلغيني وقايلين لي ان زيزو ب 200 مليون يعمل منك 200,000 مره يا امام يا عاشور. ده الفرقه النهارده مش بمستواها، فرقه الاهلي مش بمستواها، وانت كتيبه يا ابني، انت كتيبه لوحدك يا ابني. ده انت الصفقه الوحيده اللي هنقعد نتاسف عليها طول عمرنا، ويجي واحد يضحك ويزرط ويقول لك هديتي ليك يا محمود الخطيب. هدية؟ أي هدية؟ دي هدية انفجرت في دماغنا، انفجرت في وشنا من يوم ما فقدناها. أنا بجد عمري ما شفت صفقة على الفترة اللي قعدت فيها بشجع نادي الزمالك صفقة الواحد يقعد يتفرج كل يوم وهو بيلعب ويقول يا ريت إمام عاشور ده كان فضل عندنا. ويجي واحد يقول لك أصل بيتفاوضوا مع زيزو، أصل لو زيزو عندهم معرفش هيلحسوا جزمة. يلحسوا جزمة مين؟ يلحسوا جزمة مين؟ أما لو موجود إمام عاشور كنا عملنا إيه؟